10 خرافات عن الدروب شيبينج. ازيكم؟ انا تسنيم قنديل من ايكون بلاكر، والنهارده هنعرف مع بعض 10 خرافات معروفه ومنتشره عن الدروب شيبينج، وهنعرف ليه هم مش حقيقيين. تعالوا نشوف الاول الخرافات او الاساطير دي بتيجي منين. في ناس كتير لما بتبتدي الدروب شيبينج بيبقى عندها افكار سمعتها من ناس او حاجات شافتها على فيسبوك او على السوشيال ميديا وما بتبقاش عارفه مصدرها، او تبقى عارفه الكلام ده حقيقي فعلا ولا لا. وفي ناس ممكن تبيع لك الهوا، ممكن تيجي تقولك ان انت لو بدأت دروب شيبينج الحياة هتبقى سهلة والشغل ده بسيط جدا وسهل وهيبقى معاك فلوس فما فيش بسرعة جدا، وحاجات كتير قوي ما بيبقاش ليها اساس من الصحة. فاللي بيدخل دروب شيبينج بيبقى عنده افكار وحاجات في دماغه، ولو الحاجات دي ما حصلتش بيقول على الدروب شيبينج ان هو فاشل او ان هو مش حقيقي والنجاح بتاعه فيك، فتبتدي الخرافات تفضل تكبر وتكبر. نصحح بقى شويه المفاهيم دي مع بعض، يلا بينا. اول حاجه واكتر حاجه معروفه ان انت هيبقى معاك فلوس بسرعه، هتبقى من اغنى الاغنياء فما فيش اسبوع واحد، وده مش حقيقي. عشان زيه وزي اي بزنس في الدنيا بياخد وقته على ما يستقر ويكبر ويقدر يهندل المشاكل اللي بتظهر في الاول والتحديات اللي بتبقى موجوده في الاول، بعدين يبتدي يشوف المكسب هيجي ازاي وان انت هتكسب فلوس قد ايه وامتى. دي حاجه بتختلف من بزنس للتاني ومن ستور للتاني ومن نوع منتجات على نوع منتجات تانية. مش معنى ان في حد سبق وان في حد متاخر ان ده فاشل وده ناجح، لا، كل واحد ليه الباث بتاعه او المسار بتاعه والوقت اللي هيعمل فيه ربح ويبقى مستقر في الربح بتاعه ويبقى فيه استمراريه في الربح. كل الناس بتنجح في الدروب شيبينج، دي الاسطوره رقم 2. مفيش بزنس في الدنيا كل الناس لو بدأته او اشتغلت فيه هتنجح، لان كل بزنس بيمشي مع شخص معين، لان مش كل الناس زي بعض. يعني مش كل الناس لو دخلت كلية الطب هيطلعوا دكاترة ناجحين، ومش كل حد فتح مشروع او المحل ده بالضرورة ان هو يكسب، لان كل صناعة او كل اندستري بيبقى ليها المقاييس بتاعتها ونسبة النجاح بتاعتها بتختلف من شخص لشخص، وكل نوع ستور بيتطلب حاجة معينة أو طريقة ماركتينج معينة، فأكيد مش كل الأشخاص أو مش كل الناس هتعمل نفس الطريقة بالظبط. في حد هيعمل طريقة وهتنجح، وفي حد هيعمل طريقة ومش هتنجح معاه، فيبقى فعلا منجحش في الدروب شيبينج. بس ده مش هيبقى عشان الدروب شيبينج بزنس وحش، لا، هيبقى علشان البزنس ده مش ليك. تالت حاجة، محدش بيشتري من اي دروب شيبينج ستور، وده غلط، لان اهم حاجه عند العميل المنتج اللي انت بتبيعه، مش مين اللي بيبيعه. هل المنتج اللي انا شايفه ده كعميل مفيد، جذاب، سعره كويس، لقطه ما يتفوتش، يبقى انا هجيب المنتج ده بغض النظر عن مين الشخص اللي بيبيعه. وفي حاجات تانية كتير قوي بتشجع العميل ان هو يعمل عملية الشراء غير بس اسم البراند، عشان ممكن يبقى براند كويس او معروف بس مثلا ما عندوش المقاس بتاع العميل ده، او ما عندوش الالوان اللي هو بيدور عليها، او في ستايل معين هو عايزه مش لاقيه عند البراند، فلو لقاه عند براند تاني حتى لو مش معروف قوي هيفكر ان هو يشتريه. وخصوصا لو الماركتنج بتاع البراند ده مكسر الدنيا وبيجذب شريحة العميل اللي انت اصلا بتستهدفها، فده هيخلي العميل يطلب وهو مش مهتم مين اللي بيبيع المنتج، المهم ان المنتج ده هيوصلني. لازم وانت بتبدأ الدروب شيبينج يبقى عندك خلفية كاملة عن الفيسبوك ادز؟ لا، مش لازم. كل حاجة بتمشي ستيب باي ستيب. انت ممكن تبتدي البيزنس بتاعك في الدروب شيبينج وبعدها تتعلم واحدة واحدة ازاي هتعمل الماركتينج. لو انت حاطط ماركتينج بلان من الاول دي حاجة كويسة ان انت تبتدي تطبقها، بس الماركتينج مش كله معتمد على الفيسبوك ادز لوحدها. في ماركتينج تكنيكس تانية وبتبقى ناجحة جدا في الدروب شيبينج، زي الانفلونسر ماركتينج، جوجل ادز، SEO اللي هي Search Engine Optimization. فمش لازم يبقى عندك خلفية على كل الحاجات دي، ممكن تبتدي تتعلمها واحدة واحدة وتشوف طريقتها بتتعمل ازاي وازاي تعمل الفيسبوك ادز دي ببساطة. بس هي اصلا مش حاجة ضرورية ومش حاجة لازم تكون هتستعملها، ممكن تعمل ادز على اي حاجة تانية في السوشيال ميديا غير الفيسبوك ادز. يعني الخلاصة لازم كده كده وانت بتبتدي بزنس جديد، حتى لو مش دروب شيبينج، اي بزنس في العموم، لازم تعمل الريسيرش بتاعك كويس وتعرف ايه الحاجات اللي محتاج تتعلمها في الاول. بس الفيسبوك ادز حاجة سهلة، مش لازم تبقى عندك خلفية كبيرة عنها في الاول، وممكن تبتدي وتتعلمها واحدة واحدة بعدين. 5، انت لازم تكون جوه USA علشان تعمل دروب شيبينج، وما بتوصلش لكل دول العالم، هي دولة واحدة بس، وده طبعا غلط، لان انت مش لازم تكون متواجد جوه امريكا او USA علشان تبتدي الدروب شيبينج. ممكن تبقى موجود في اي دولة في العالم
وتعمل دروب شيبينج من والى اي دولة في العالم. وانت بتفتح الدروب شيبينج ستور بتاعك تبتدي تشوف البلد اللي انت فيها دلوقتي ايه البوليسيز او السياسات اللي لازم تتبعها علشان تقدر تفتح ستور دروب شيبينج، وتشوف على شوبيفاي او اي ابلكيشن انت بتستعمله للدروب شيبينج ايه الريكوايرمنتس او المتطلبات اللي هيبقوا محتاجينها منك. ممكن يبقى فيه ورق مطلوب او ممكن ما يبقاش فيه، على حسب الدولة اللي انت فيها. فممكن ما تسمعش لأي خرافة بتتقال. ده المنتج بياخد شهور علشان يوصل للعميل. مين قال كده؟ كل منتج بيعتمد على السبلاير بتاعه. علشان تعرف المنتج ده هيوصل في قد ايه لازم تختار سبلاير كويس، وغير السبلاير بيختلف مدة توصيل المنتج عن المنتج التاني. فدي حاجة مش عامة ومش حاجة معروفة عن الدروب شيبينج ان التوصيل بيبقى في شهور. فما ينفعش تاخد اي معلومة بتسمعها وتطبقها وتعتمدها على انها اكيد حقيقية. ندخل على اللي بعده. 7. النيش اهم من البرودكت. لا طبعا، البرودكت اهميته اكبر بكتير من اهمية النيش، لان انت ممكن تختار نيش ناجح جدا بس البرودكت اللي انت اخترتها واخترت تبيعها في البراند بتاعك ما تبقاش شغالة. واللي اهم كمان من البرودكت الماركتنج بتاع البرودكت ده، انت هتسوق للمنتج بتاعك ازاي. كل الحاجات دي اهم بكتير من اختيار النيش نفسه، عشان النيش ده حاجة واسعة جدا وجواها منتجات وانواع وحاجات لا تعد ولا تحصى. فما ينفعش تاخد النيش وتقول خلاص انا طالما اخدت نيش ناجح يبقى مش مهم بقى البرودكتس كده كده تمام. لا، لازم تختار البرودكت بعناية علشان هو ده اللي بيفرق فعلا. 8. الدروب شيبينج حاجة سهلة جدا. انا مش جاية اقول ان الدروب شيبينج حاجة معقدة، بس هي حاجة مش سهلة قوي، يعني فيها تفاصيل كتير وفيها حاجات كتير لازم تاخد بالك منها عشان تبنيهم على بعض وتطلع في الاخر دروب شيبينج براند كويس. والتفاصيل دي بتبدأ من اول ما بتقرر تعمل البراند، وانت بتختار اسمه وبتختار المنتجات وبتشوف السبلاير وبتعمل ديزاين للويب سايت وبتعمل سوشيال ميديا وبتعمل ماركتنج كامبين وطبعا بوابات الدفع. كل الحاجات دي مش صعبة ومش معقدة، بس هي مش بالبساطة او السهولة اللي الناس بتبيعها لك بيها. وكده كده مفيش بيزنس او شغل في الدنيا ما فيهوش تعقيدات وما فيهوش حاجة صعبة شوية وحاجة سهلة شوية. المهم ان اللي بيفرق في ان انت تنجح في الدروب شيبينج ان انت تبقى passionate او متحمس للبيزنس بتاعك. ايا كان نوع البيزنس، دروب شيبينج او غيره، لازم يبقى انت عندك الحماس والاستعداد ان انت تحط مجهود ووقت وفلوس عشان البيزنس بتاعك ينجح. خد بالك عشان الاسطورة اللي جاية دي عكس اسطورة قلناها في الاول. رقم 9، ان الناس اللي بتنجح في الدروب شيبينج فيك ومفيش حد بينجح في الدروب شيبينج. شفت التناقض؟ ليه حد هيطلع يشارك قصة نجاحه ويحاول يفيد الناس هيبقى بيكذب عليك او بينصب عليك، وخصوصا لما بيبقاش عايز منك او مستني منك حاجة غير ان هو يشجعك ان انت تعمل بقى سايد هاسل، يعني حاجة كده جنب شغلك تطلع منها فلوس، او ان ده يبقى شغلك الرئيس. وخصوصا ان في شركات كبيرة جدا ناجحة على الدروب شيبينج ومعروفين جدا زي امازون ونون وجوميا. ما هي كل الحاجات دي جزء كبير منها معتمد على الدروب شيبينج. فلو لقيت حد فاشل عادي، ولو لقيت حد ناجح فيه عادي، والاتنين واقعيين. واخر اسطورة بتقول الدروب شيبينج خلاص راحت عليه. ممكن ان الدروب شيبينج دلوقتي ما يبقاش عامل الضجة اللي كان عاملها اول ما ظهر او وقت الكورونا، بس ده مش معناه ان الدروب شيبينج ما بقاش موجود. ممكن انت كشخص بدأت في الدروب شيبينج وكان عندك امال وطموحات ان البيزنس ينجح وبعدين ما نجحش، فساعتها ممكن تفقد ايمانك شوية بالدروب شيبينج وتقول لا خلاص البيزنس ده راحت عليه دلوقتي. كان ناجح في الاول وكان حاجة مربحة بس دلوقتي خلاص ما بقاش كويس. في ناس كتير بدأت تفكر كده، بس الإحصائيات أصلا بتقول إيه بقى؟ إنه من المتوقع إن الدروب شيبينج كبزنس يفضل يتطور ويزيد في 2024 وفي السنوات اللي جاية كمان. وده يعلمنا إن مش أي حاجة نسمعها ناخدها من المسلمات، لازم نعمل الريسيرش بتاعنا كويس عشان نعرف المعلومة دي صح نمشي وراها ولا غلط نتجنبها. أتمنى نكون عرفنا نصحح مع بعض شوية مفاهيم غلط كنا بنسمعها كتير وبنشوفها قدامنا كتير. لو انت شغال في الدروب شيبينج احكي لنا قصتك مع الدروب شيبينج، وايه الحاجات اللي كنت فاكرها في الاول صح وطلعت غلط، وايه الحاجات اللي كنت شايفها غلط وطلعت صح. ما تنسوش تابعونا على كل السوشيال ميديا، فيسبوك جروب، انستجرام، تيك توك. ولو عندكم اي اسئله سيبوها لنا تحت في الكومنتس واستنونا في فيديو جديد. باي باي.